كلام النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. أصل هذا له سبب الحديث وهو بتمامه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني. فذكر الحديث. هذه مشكلة تعمل مشاكل بين الناس. موجود نسوة هكذا، يعني زوجها لا تقول أعطاني كذا وعمل لي ذهب وإيش أقول له ينفذ وكله مو صحيح. فتخلي غيرها الأخرى إيش تقول: شوف فلانة كيف يفعل معها زوجها وكيف كذا وأنت ما تفعل معي هكذا. هذه ذكر قال: المتشبع بما لم يعطى، يعني هي ذكر الشيء لم يحصل، فهذا كذب. كلابس ثوبي زور. ما معنى هذه الكلمة؟ إما على ظاهرها مثل ما واحد سرق ثوبين ولبسهما، ممكن الحديث يحمل على ظاهره، أو المراد أنه أظهر ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس وتزين بالباطل. فكما يذم من لبس ثوبي زور يضم هذا كذلك. وبعضهم حملها على ظاهرهما كمن يتزيى بزي الزهد والصلاح والتقوى، وليس كذلك. من يفعل ذلك، نعوذ بالله، نسأل الله أن يحفظنا، من يفعل ذلك فقد ارتكب إثمين: الكذب والتصنع. أم كذب وأم تصنع للناس، وبالتالي هو وقع في هذا كالمتشبع بما لم يعطى. وفيه تنبيه إلى أن الإنسان لا يدعي ما ليس فيه، لا يجوز، خاصة في جنس النساء، لأن هذه تحدث فتنة بين الناس، خاصة الأقارب والمعارف. لما يتكذب تقول زوجي فعل لي كذا كذا وما فعل، راح تستحث الأخرى أن تطلب من زوجها مثلها، وبالتالي ممكن تحدث مشكلة في البيت، فهي تسببت في هذا. فإذا هذا الحديث يعني ضروري أن نتنبه له في حياتنا. أصل قصته هكذا: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، أقول هكذا. فالنبي نهاها عن ذلك وقال: لا يجوز المتشبع بما لم يعطى شيء. هي أظهرت أن زوجها يحبها ويقدرها وينفذ لها كل ما تريد. بعضهم يعبر مثل هذه التعبيرات. إيش أريد؟ هو مو صحيح. الأستاذ هنا يقول: ممكن هي أرادت أن تمدح زوجها بذلك، لكن لا يجوز أن تمدحه بباطل، تمدحه بحق. كيف تقول أعطاني وأعطاني وليس كذا؟ ما أعطاها. تقول زوجي خلوق ذو أخلاق طيبة لا يتصرف تصرفا سيئا، مجال المدح عندها بالصحيح كثير، بالصدق كثير، لا أنها تدعي هذه الدعوة، لا، هي ليس غرضها هذا. غرضها أن تثبت هذه المرأة، أن تثبت مكانتها عند زوجها، هي هذا غرضها، أن تقول أنا لي منزلة وأنه كذا إلى آخره. ففيه هذا المحذور المذكور. نعوذ بالله من التصنع، وإن شاء الله هذا لا يكون عند المسلمين، لأن المسلم لا يمكن أن يصنع مثل هذا في عبادات يعبدها مع ربه متوجه إلى الله تبارك وتعالى. ما له مال الناس أن يظهر ذلك، ومدحوه أو ذموه سيئا، وإيش يترتب على ذلك؟ يعني قالوا عليه ما شاء الله هذا صالح ولي من أولياء الله، أو لم يقولوا، والنتيجة إيش؟ فإذا لكن قد تكون النفوس لما تكون مريضة تقع في مثل هذا. أما النفوس التي دخلت في أطوار التزكية فإنها تنأى عن هذا بقوة. ولذلك قد يستغرب من يسمع يقول: وهل هناك من يفعل هذا؟ أنت لا تقيس الناس على نفسك أيها الأخ اللي من الله عليك بالتزكية وتقول هذا الكلام. كيف لا تقيس الناس على نفسك؟ في الناس مثل هذا موجود. فاحمد الله تبارك وتعالى الذي عافاك، وسل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ويرزقك الإخلاص إن شاء الله.